انبياء كتير اتذكروا في القران وفي غيرهم كمان ما اتذكرش. تعال اصدمك في الفيديو ده واقول لك على شويه معلومات غالبا انت اول مره تسمع عنها ومحدش قالهم لك قبل كده غير العبد لله. هقول لك على شجره العيله والتفريعات وصله القرابه من اول النبي ادم عليه السلام لغايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدا اول حاجه بالنبي ادم عليه السلام. نبي ادم خلف 3 اولاد، طبعا ممكن يكون خلف اكتر من كده لكن اللي انا بكتبه لك هنا هو ده المهم اللي انت تعرفه. قابيل وهابيل وشيث. شيث خلف سيدنا إدريس عليه السلام، وإدريس كان بيطلق عليه أخنوخ، يعني أخنوخ وإدريس هما اسمين لنفس النبي عليه السلام. النسل سيدنا إدريس يجي سيدنا نوح عليه السلام، ومن أول وجود سيدنا نوح هنبدأ سلسلة جديدة لأن طبعا الطوفان وما بعده هيبدأ من عند سيدنا نوح. وخليني أقول لك إن سيدنا شيث هو ابن سيدنا آدم وعاصر من عمره حوالي 300 سنة. زي ما قلت لك إن إحنا هندخل مرحلة جديدة من أول سيدنا نوح ويخلف 4 أولاد، سام وحام ويافث وكنعان. ركز علشان التفاصيل مبهرة. هنسيب كل أبناء سيدنا نوح دلوقتي ونركز مع سام لأنه خلف 2 مهمين جدا، أرفحشذ وإرم. يجي من نسل أرفحشذ سيدنا هود عليه السلام، ويجي من نسل إرم سيدنا صالح عليه السلام. وهنا تعرف حاجة مهمة جدا إن سيدنا هود وسيدنا صالح الاتنين ولاد عم. نركز بقى مع سيدنا هود كده سنة لأن سيدنا هود هيخلف فالج، وفالج هيخلف تارح أو الاسم التاني ليه اللي هو آدر. طبعا أنت عارف إن آدر او تارح هو ابو سيدنا ابراهيم. انت صح، برافو عليك. آدر هيخلف 2، هاران وابراهيم عليه السلام. طب ليه بيقال على سيدنا ابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء؟ هتعرف دلوقتي حالا، بس خليني الاول اجيب لك هنا كده ان هاران هيخلف لوط عليه السلام. وهنا طبعا كده واضح قدامك ان سيدنا ابراهيم هو عم سيدنا لوط. وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان سيدنا لوط كان عايش مع سيدنا ابراهيم في بيته لغايه ما راح يشتغل مع قوم سدوم. خلي بالك من ترتيب الانبياء اللي انا بقوله لك لان ده يعتبر ترتيب لنزول الرساله عليهم، مع العلم ان سيدنا لوط وسيدنا ابراهيم نزل عليهم الرساله تقريبا في وقت متقارب بس كل واحد فيهم كان موجود في مكان. نيجي بقى لسيدنا ابراهيم، كان ليه 3 زوجات مهمين جدا ان احنا نعرفهم علشان خاطر دول لهم قصه كبيره قوي، السيده ساره والسيده هاجر والسيده قنطوره. سيدنا ابراهيم خلف من السيده قنطوره مدين، ومدين خلف شعيب عليه السلام. وهنا خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان سيدنا شعيب وسيدنا لوط وسيدنا ابراهيم ال3 تقريبا نزل عليهم الرساله في زمن واحد لكن مع اختلاف الترتيب. سيدنا ابراهيم الاول وبعد كده سيدنا لوط وبعد كده سيدنا شعيب عليه السلام، لكن ال3 نزل عليهم الرساله في نفس الزمن. هل زوجة سيدنا ابراهيم قنطوره هي بس اللي خلفت؟ لا طبعا، السيده هاجر خلفت سيدنا اسماعيل عليه السلام. وعند سيدنا اسماعيل هنستنى شويه علشان هنكمل بعدين تكمله مهمه قوي. السيده ساره خلفت سيدنا اسحاق عليه السلام. نيجي بقى لسيدنا اسحاق، خلف 2 مهمين جدا، سيدنا يعقوب والعيسى. سيدنا يعقوب خلف اولاد كتير لكن يهمنا منهم 4، بنيامين، لاوي، يوسف عليه السلام، ويهوذا. طيب بعد ما انا خدتك كده مع شويه من ابناء سيدنا يعقوب خليني ارجع بيك تاني للعيسى لانه خلف سيدنا ايوب عليه السلام. وهنا تعرف ان سيدنا يوسف وسيدنا ايوب الاتنين ولاد عم. نيجي بترتيب الرساله، بعد سيدنا ايوب يجي سيدنا ذو الكفل، وسمي ذو الكفل لانه تكفل ببعض الطاعات على غيره من البشر. يجي بقى هنا تاني بعد ذو الكفل عليه السلام نطلع تاني لسيدنا يعقوب ونشوف ابنه بنيامين اللي خلف سيدنا يونس عليه السلام. هنا تعرف ان سيدنا يونس عمه يبقى سيدنا يوسف. جديد عليك؟ قول جديدة. تنزل بقى هنا كده عند لاوي اخو سيدنا يوسف وابن سيدنا يعقوب، هيخلف حد اسمه قهاد. قهاد مهم جدا ليه؟ لانه هيخلف 2 انبياء جمال جدا، سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. يعني تقدر تقول ان سيدنا يوسف هو العم الكبير لسيدنا موسى وسيدنا هارون. طيب نرجع تاني بسرعه لسيدنا يوسف عليه السلام لانه هيخلف ابراهيم او ابراهيم، الاسمين صح. ابراهيم هنا هيخلف نون. طبعا انت اكيد دلوقتي جمعت ان نون هيبقى ابنه يوشع، سيدنا يوشع ابن نون اللي هو مين؟ فتى سيدنا موسى. يبقى ننزل هنا كده ونكتب يوشع عليه السلام، وندخل هنا تاني كده على سيدنا هارون لانه هيخلف اليعاذر. اليعاذر ده هيخلف الياس عليه السلام. وزي ما انا لسه قايل لك علشان خاطر الترتيب بتاع نزول الوحي على الانبياء، نرجع تاني لابراهيم ابن سيدنا يوسف لانه خلف اليسع عليه السلام. تعال بقى نرجع هنا كده تاني سنة، معلش هتعبك معايا، ونرجع على يهوذا. ويهوذا هيخلف سيدنا داود عليه السلام. وطبعا انت عارف ان سيدنا داود هو ابنه سيدنا سليمان
عليه السلام. تيجي بقى تنزل هنا كده من سيدنا سليمان 2 مهمين جدا. اول واحد اسمه رحبعهام والتاني اسمه رحيعم. رحيعم هيخلف سيدنا زكريا عليه السلام، وطبعا انت عارف ان سيدنا زكريا هو ابو سيدنا يحيى عليه السلام. ونيجي هنا رحبعهام هيخلف الصالح عمران. طبعا انت عارف ان الصالح عمران هو ابو ستنا العذراء مريم. ادي مريم العذراء. وطبعا انت مش محتاج اقول لك ان ستنا العذراء مريم هي ام النبي عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. وخليني اقول لك هنا على مفاجاه حلوه جدا، ان النبي عيسى عليه السلام هو ابن خالد سيدنا يحيى عليه السلام. طبعا طالما وصلنا لسيدنا عيسى عليه السلام هنقوم عاملين كده، انزل معاك كده بسيدنا اسماعيل ونوصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده يا صديقي تبقى عرفت شجرة الأنبياء من أول سيدنا آدم مرورا بكل الأنبياء وصولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو الفيديو ده عجبك قول لي اعمل لك جزء تاني اقول لك فيه الانبياء نزلوا في قوم مين، والعذاب اللي نزل في قومهم، والمعجزات بتاعتهم، وعاشوا كام سنه، واتدفنوا فين. الموضوع ده كان عاجبني جدا وحبيت اوريه لكم. بس يلا.